بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم أشرف فهمي من قناة مزارع وأراضي للبيع في مصر. موبايل 010 61 10 55. بصور في فيلا في كومباوند على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. ربع ساعة تبقى في الشيخ زايد، نص ساعة تبقى في المنصورية، نص ساعة تبقى في ميدان الرماية هرم. قريبة جدا جدا من القرية الذكية. مساحة الفيلا فدان، الأرض كلها مساحتها فدان. دي الواجهة بتاعتها، البوابة بتاعتها. الفيلا فدان مقسوم جزء زراعي وجزء سكني. الفيلا على دورين، فيها أسانسير، فيها مية، وفيها عداد. ادي مدخل الفيلا اهو الرئيسي، احنا هنخش من الجنب. ادي الجزء السكني، ده اللاندسكيب، ودي الفيلا الواجهه بتاعتها. دي غرفه حارس. المكان ده يشيل له حوالي 6-7 عربيات. الفيلا او الارض كلها محاطه بسور، فيها بسين وفيها غرف بتخدم البسين. ادي الواجهه بتاعت الفيلا اهي. هنروح نبص على الارض الجزء الزراعي وارجع هكمل لكم. ادي البسين اهو. دي ممكن تتعمل هنا شوايه. الجزء ده مفصول عشان الزراعي يبقى مفصول عن السكني. الارض مزروعه كرومب وحاجه ما شاء الله، وفيها مكان لتربيه الطيور. الفدان مقسوم نصين، نص زراعي اهو، كلها محاطه بسور اهي. اللي هناك ده مكان لتربيه الطيور او المواشي او الاغنام. ودي حجر الناس، حجرات للناس اللي شغاله. ادي منظر الفيلا من المدخل التاني اللي على الجنب. ادي البسين اهو، تمام. مساحة الدور 220 متر، اول وتاني. الفيلا فيها اسانسير حديث بيشيل لغاية 4 افراد. ادي البسين بتاعه اهو. البسين ده كان اوفر فلو بس اتلغى واتعمل عادي بمواتير امريكي. الميه ما شاء الله تغري بصراحه يعني، بس احنا في الشتاء. تمام. ادي المدخل التاني اهو. ده المدخل التاني بتاع الفيلا واللي بيطلع على البسين. هنخش جوه. ادي ريسبشن. الدور الاولاني عباره عن ريسبشن بيبص على الجنينه اهو. مساحه الريسبشن كبيره جدا اهي. هجيبها لكم من هنا اهي. ادي مساحه الريسبشن اهي اهي. ده السلم اللي بيطلع على الدور الثاني. ادي بقيه الريسبشن اهو. ادي الاسانسير بتاع الفيلا لسه راكب. تمام. طيب ده حمام للضيوف. ده حمام للضيوف، بنيو ادم، منطقة الشيك. طيب بعد كده هنخش على المطبخ. المطبخ ما شاء الله الله اكبر، مساحته كبيره اهو. الباب ده بيطلع لها على الجنينه. المطبخ كامل اهو اهو. كله سيراميك. نخرج من المطبخ هنخش على الغرفه اللي في الدور الارضي اللي هي معموله مكتب اهي.
مكيفة. بص على الجنينة اهي، مساحتها حلوة جدا، تتعمل مكتب، تعمل استقبال، تعمل أوضة ألعاب، بينج بونج، بلياردو، زي ما انتوا عايزين. نطلع على الريسبشن تاني اهو. فوق 3 غرف نوم ماستر، من ضمنهم غرفة كبيرة جدا. السلم مريح جدا، معمول رخام. ادي الاسانسير اهو، باين ان هو حديث التركيب. ده اوفيس في الدور العلوي. نخش هنا، دي اول غرفة ماستر اهي، الحمام بتاعها ادي مكيفة، بتطل برضه على الجنينة. نطلع نخش هنا، ده ريسبشن تاني، ريسبشن تاني ياخد قطعتين وادي الاوفيس بتاع الدور العلوي اهو. ادي درجة، دي البوابة اللي احنا دخلنا منها، وادي الريسبشن التاني. خش هنا، دي غرفة الماستر الرئيسية، الغرفة الرئيسية، ولو حابب تقسمها 2 ممكن. ادي حمام وغرفة الماستر. دي شاور، ادي شاور اهو، تشطيب لسه حديث، حاجة سوبر لوكس، مكيف. ده تراس اهو بيبص على الفيلا، وده التراس اللي بيبص على البسين وعلى الجزء الريفي. ده الشباك اهو، الجزء اللي هناك ده ريفي، اخرنا الاوض اللي هناك دي. طيب ادي الاوضه هي الاوضه الماستر الرئيسيه، يبقى كده اوضتين، تاني اوضه. وادي تراس اهو هنطلع له، ده الغرفه التالتة، مكيفه برضو اهي، تبص على البسين وعلى الجزء الزراعي. وادي الحمام بتاعها. هنا ممكن يتعمل دريسنج روم. طيب نطلع على التراس اهو، تراس واسع، القعده هنا ممتازه، الجو حلو قوي اهو. ادي التراس بيبص على البسين اهو، وادي الجزء الزراعي اهو. المنطقه كلها فيلل، كومباوند كله فيلل، ده تقريبا كومباوند شركه كبيره يعني. تمام كده، نطلع على الروف. معلش الروف مقفول، نسينا نجيب مفتاح. فهيبقى من مساحة الفيلا كلها. فضلا وليس امرا، اللي ما اشتركش في القناه اشترك فيها يصل كل جديد. التعليقات بتهمنا، بس في حدود المسموح به، لان في ناس بتخش تتكلم كلام ملوش لازمه، ممكن هو معذور مش فاهم يعني، بس كل حاجه وليها تمنها حسب موقعها وليها تبقى. شكرا. ده فيديو ملحق، ده الاسانسير اللي لسه راكب اهو، معانا المالك يفرجنا عليه.
اشتغل كده يا حاج. لسه ما نورش يا حاج. بيجمع لسه ولا إيه؟ ادي الاسانسير اهو. شكرا، السلام عليكم.